قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. بعدما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الأصل الأول وهو معرفة الله عز وجل، وبين ماذا يجب على الإنسان معرفته وماذا يجب عليه تجاه ربه سبحانه وتعالى في العبادة، إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، انتقل إلى الأصل الثاني وهو الإسلام، معرفة دين الإسلام بالأدلة، لا بد بالدليل، والدليل يكون من الكتاب والسنة ليكون العبد على بصيرة في أمر دينه، يكون على بصيرة في أمر دينه. فإذا تعلم العبد الدليل فإنه ينجو من الشبهات، إذا كان معه الدليل. لكن إذا لم يكن معه دليل فإنه يتخبط في الشبهات. قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة. وكذلك ما تقدم معنا في مسألة سؤال الملكين، هذه الأسئلة الأصول هي يسأل عنها العبد في قبره. كذلك عند سؤال الملكين عندما يسألانه قال: من رب وما دينكم، بماذا عرفت؟ أما فالمنافق يقول ماذا؟ يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فلا بد بالدليل. قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا ضابط الإسلام، هذا ضابط تعريف للإسلام. فلا يكون العبد مسلما إلا إذا أتى بهذه الثلاثة الأشياء، ثلاثة شروط وقيود. الأول قال: هو الاستسلام لله بالتوحيد، استسلم العبد، يكون خاضعا لله عز وجل، وكذلك يخلص العبادة لله وحده. استسلام لله بالتوحيد، أن يعبد الله عز وجل وحده، دون ما سواه، ويخلص العبادة لله وحده. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله عز وجل: قل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. غير ذلك من الآيات في كتاب الله عز وجل وأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الأمر بإفراد العبادة لله عز وجل وحده، وإخلاص العبادة لله عز وجل، وترك عبادة ما سوى الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كلها لله رب العالمين، كل أعمالي خالصة لله. هذا يقول الله عز وجل آمر النبي محمد: قل يا رسول الله يا نبي إن صلاتي ونسكي، صلاة والنسك الذبح، ومحياي ومماتي، حياتي ومماتي لله رب العالمين، جميع أعمالي عباداتي لله عز وجل لا شريك له. وبذلك أمرت، أي أنا، يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أنا، وهو أمر للأمة جمعا، هو أمر للناس جميعا، لأمته صلى الله عليه وسلم جميعا. قال: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. لا بد أن يخلص العبد، أن يوحد الله عز وجل. وبماذا يوحد الله عز وجل؟ بأن يطيعه، انقياد له بالطاعة، أن يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه، أن يفعل الأوامر ويجتنب النواهي. فلا يكون العبد مسلم يقول أنا موحد لله عز وجل، أنا أصرف العبادة لله عز وجل لا أشرك به، ولكن في باب الأوامر لا يأتمر،
لا يفعل الواجبات ويترك، يعني يترك الواجبات ويفعل المحرمات، ويفعل المحرمات، فهذا يعني خلل في إسلامه. وإذا كان لا يعني يرد هذه الأوامر هذا كفر، يعني لا يقبلها ولا يؤمن بها. رار همام دفع فرغوا هناك، قم هناك همام. همام واحد يقوم منهم هناك، يبعد، ابتعدوا. هناك 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 هناك. ايوه. فلا بد أن يستسلم العبد لله عز وجل وأن ينقاد له بالطاعة، وإلا إذا لم ينقد بالطاعة فهذا يعني ليس بمسلم، إذا لم ينقد لله عز وجل بالطاعة. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، قد ضل ضلالا مبينا. فواجب على الإنسان أن ينقاد لله عز وجل بالطاعة. قال: والبراءة من الشرك وأهله، هذا لا بد أيضا، هذا لا بد للمسلم، لا يكون يعني العبد مسلما إلا إذا تبرأ من الكفر ومن أهل الكفر، من الشرك ومن أهل الشرك. فإذا لم يتبرأ فهذا ليس بمسلم، فهذا ليس بمسلم، لأن من أصول دين الإسلام البراءة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم لا، في سورة التوبة: قل إن كان أبناؤكم، قل إن كان إخوانكم، قل إن كان آباؤكم وإخوانكم، لا، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، الآية خالدين فيها أبدا. قل إن كنتم تحبون، لا، قل إن كان خالدين فيها أبدا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، لا، هذه الآية الثانية، الآية التي قبلها: لا أيها الذين آمنوا اتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم أولئك هم الظالمون. وقال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، إلى الله المصير. فلا بد من البراءة. فأصل يعني من أصول دين الإسلام البراءة من الشرك وأهله. قال الله عز وجل في يعني ذكر إبراهيم: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال الله عز وجل: قد كان لكم أسوة حسنة
في إبراهيم. لماذا؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا. لابد أسوة حسنة في إبراهيم في هذا أصل، إنني براء منكم ومما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. لابد الإيمان بالله والكفر بما يعبد من دون الله، والكفر بما يعبد من دون الله، والبراءة منه. قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لابد الكفر بالطاغوت أي البراءة، هذا معنى البراءة من الشرك وأهله، من الشرك وأهله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى قال: فقد دل هذا الحديث، حديث يعني من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، قال فقد دل هذا الحديث على أنه لا يحرم دمه وماله بمجرد الشهادة والتلفظ بها حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف شك في الكفر بما يعبد من دون الله، هل أكفر به أو لا أكفر به؟ أو توقف قال لا أنا لا أكفر بما يعبد من دون الله، قال لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحها وحجة ما أقطعها للمنازع. إذن هذه ثلاثة أمور، ثلاثة يعني شروط أو نقول أركان، ثلاثة أركان لا بد من الإتيان بها ليتم إسلام العبد، يتم إسلام العبد. الأول التوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد. الثاني الانقياد له بالطاعة. الثالث البراءة من الشرك وأهله. فإذا لم يتبرأ العبد من الشرك وأهله لا يكون مسلما، لا بد من البراءة. وإذا لم ينقاد لطاعة الله عز وجل لا يكون مسلما، فلا بد من الانقياد والطاعة لله عز وجل. وإذا لم يخلص العبد، لم يوحد الله، لا يكون مسلما. إذن لابد من هذه ثلاث الأشياء: أن يوحد الله عز وجل، وأن ينقاد له بالطاعة، وأن يتبرأ من الشرك وأهله، وأن يتبرأ من الشرك وأهله. قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، أي الدين. دين الإسلام له ثلاث مراتب، ودليل هذه المراتب يعني ما سيذكره المؤلف في آخر هذا يعني الأصل، حديث جبريل المشهور، حديث جبريل الطويل المشهور. وكل مرتبة لها أركان، أي الإسلام له أركان سيذكره 5، والإيمان له أركان 6، والإحسان كذلك له ركن 1. وكل يعني من هذه الثلاث الأشياء سيذكر الدليل على أركانه، ثم أيضا يذكر الدليل على كل ركن من يعني أركان، كما الإسلام فيذكر أركان الإسلام 5، دليل على أنها 5، ثم يذكر دليل كل ركن من هذه الأركان، ثم يذكر دليل كل ركن من هذه الأركان. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.